مراكش، المدينة التي تمكنت من الحفاظ على عبق التاريخ والإمساك برونق الحاضر، وأن تصبح وجهة سياحية شديدة الخصوصية. تمتاز مراكش بجمالها الساحر وطبيعتها الخلابة، ففيها التناغم والتمازج بين جمال الحاضر وروعة الماضي. تقع مراكش في جنوب شرق الرباط عاصمة المغرب، وهي ثالث أكبر مدينة في المغرب من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة. ومن ضمن الأماكن السياحية في مراكش العديد من الأسوار التاريخية والمباني والحدائق العملاقة ذات التصميم الراقي. وتعد مراكش المغرب في هذا العصر معقلاً للحضارة الإسلامية ومركزاً فكرياً للعلم والفلسفة، فهي تضم العديد من المتاحف والمعالم الأثرية التي تجذب العديد من السياح، إضافة إلى العديد من المواقع السياحية الرائعة التي تجعل من العطلة مذاقاً آخر وسط أجواء مغربية. كما يتوفر فيها العديد من المطاعم والمقاهي والأسواق والأنشطة الترفيهية. وتعد ساحة جامع الفنا المتنفس الشعبي الرئيس للسكان المحليين والسياح في مراكش المغرب، فهي القلب النابض للمدينة، حيث تجتمع فيها العديد من الأكشاك ومرودي الأفاعي ورواة القصص والأحجيات، بالإضافة إلى الموسيقيين. تقع ساحة الفنا عند مدخل مدينة مراكش، وتستقطب آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم للتعرف على التراث الغني الذي تتمتع به المدينة، والجلوس في أحد المقاهي المحيطة أو تناول وجبة طعام مغربية أصيلة في المطاعم هناك. كما يوجد بها متحف مراكش، وهو من المتاحف المميزة في المدينة، حيث يضم مجموعة فريدة من المعروضات التي يجتمع فيها الفن المعاصر والأعمال بالسيراميك والمنسوجات والنقوش القرآنية والقطع النقدية والفخاريات. مراكش هي القلب، مراكش هي قلب المغرب النابض الذي يجب أن تزوره يوماً ما.